حطي ورق الالومنيوم بالشكل ده على ايدك، بجد فكره عبقريه هتحلي لينا مشكله كبيره عندنا كلنا. فيديو النهارده مليان افكار حلوه جدا، تابعوني للاخر ما تنسوش اللايك. يلا بينا نبدا الفكره الاولى مع بعض. هاتي فرشه الشعر دي وتعالي ما اقولك على فكره عبقريه جدا هتحلي ليكي مشكله كبيره. تعالي ما اقولك بقى هتعملي ايه. هتروحي جايبه الفرشه دي وتحطي فيها السلك المواعين ده، انتوا عارفين السلك ده اللي هو ب5 جنيه الواحده، وهتحطيه بالشكل ده. عايزه اقولك هيثبت جدا جدا. وتعالي بقى يا ست الكل ما اقولك هتعملي ايه. عارفين بقى اللي عندها بقى تعب في ايديها واكزيما وكده، عايزه اقولك هتحطي الفرشه بالسلكه بالشكل ده على الصابون السائل، وهتغسلي اي حيط اي رخام اي حاجه قدامك، بكده هتحمي ايدك من اي كيماويات ومن اي صابون. ما تنسوش اللايك بقى. تعالوا بقى نبدا الفكره الثانيه مع بعض. لو انت بقى طبعا ايدنا على طول كده في الميه في المطبخ ومحتاج كده ننشف ايدينا دايما، وبنقعد ندور على الفوطه دي وبتكون كده مش يعني بصراحه يعني ما بنعرفش الفوطه دي بتكون فين. فانا هقول لك بقى على فكره حلوه قوي. الفوطه دي هتكون قدامك على طول من غير ما تدوري عليها. هتحطي بقى هتفتحي ضلفه المطبخ كده وهتحطي الفوطه بالشكل ده وتقفلي بكل سهوله. يعني بصوا مفيش اسهل من كده. الفوطه بقى هتكون قدامك على طول، هتنشفي بكل سهوله من غير ما تدوري بقى ولا اي حاجه. جربيها ان شاء الله هتعجبك. الطماطم بقى بتبوظ دايما في التلاجة، هقولك على فكره حلوه قوي جربيها وهتستغربي جدا من الفكره دي. هتجيبي كل الطماطم اللي موجوده عندك في التلاجة، بس لازم تنشفيها كويس جدا جدا بالفوطه، او بتحطي مثلا بناديل او كده وتنشفيها عموما. وبعد ما تنشفيها يا ست الكل تعالي بقى هاتي الطماطم كده ومعلقه. طيب معلقه ايه؟ معلقه الاكل العاديه خالص، وهتحطي المعلقه في وسط الطماطم كده. طب ايه فايدتها يا هلا؟ عايزه اقول لك هتشرب يعني بتتشرب كل الرطوبه اللي موجوده حوالين الطماطم، وتقفلي عليها. ممكن تقعد لك يعني اسبوعين او 10 ايام او اكتر كمان ان شاء الله. جربيها هتعجبك. طيب عندنا فوضى بقى الاكياس وكده. عندك الرول ده تعالي اوعي ترميه، حطي فيه كل الاكياس اللي موجوده عندك. طبعا اوعي طبعا ما ترميش الاكياس، احنا طبعا يعني ايه ستات بيوت حلوين كده ما بنرميش اي حاجه. هتجيبي الرول ده وتطلعيها بكل سهوله، يعني هتحطي الاكياس وتطلعيها بكل سهوله. بجد فكره حلوه قوي. تعالي بقى اما اقول لك على فكره حلوه قوي. لو انت عندك بقى شعر كده في السجاد وكل ما تكنسي كده يا اما يطير يا اما مش عارفه تكنسيه خالص، هقول لك على فكره في ثواني الشعر ده هيتلم معاكي بكل سهوله. هتروحي عامله ايه؟ هتروحي جايبه فرشه السجاد اللي احنا بنغسل بيها السجاد، طبعا كلنا عارفينها. وبصوا في ثواني من غير مونتاج بيتشال الشعر، حتى لو اي حاجه موجوده على الارض في ثواني كده كانه مغناطيس. بصوا السجاده كده ما فيهاش ولا شعرايه، وبكده حلينا مشكله عندنا كلنا لو يعني عندك شعر في السجاد. فكرة تانية بقى عبقرية للأكياس المستعملة، هاتيها بالشكل ده. بصوا أنا بقدم لكم كذا فكرة النهاردة للأكياس المستعملة. هتروحي جايبة أي إزازة زيت عندك، إزازة مية، إزازة بيبسي، وتحطي الأكياس بالشكل ده. بصي كل الأكياس اللي عندك بالشكل ده، وبعد كده هتبططيها بالشكل ده. وتجيبي المناديل بتاعت المناديل دي يا جماعة حلوة قوي قوي، اشتروها يعني بأي شكل انتوا حابينه. وبصوا بتتشال بكل سهولة الأكياس ومنظم حلو قوي. طب لو عندك ليمونة يا جماعة عايزة تاخدي نصها كده، ما تقطعهاش من النص لا بالشكل ده، لا خدي حته كده بالشكل ده. وبعد كده هاتي القطعه اللي احنا عملناها في الاول، وبعد كده هاتي خله. بكده هنحافظ على نص الليمونه في التلاجة اللي احنا معذبينها على طول. عندك بقى الاسترتش رول دي ومش عارفه تجيبي يعني بدايتها، اقول لك على فكره حلوه قوي. بصوا احنا لما نيجي دايما نستخدم الاسترتش رول دي خصوصا في فصل الصيف يا جماعه بتكون سايحه خالص. في فكرتين، الفكره الاولانيه ممكن تحطيها في الفريزر، والفكره الثانيه هتروحي بقى جايبه الاستك العادي ده خالص وتحطيه على ايدك. هتلفيه بصوا بتلفيه كده يعني عادي خالص، بتلفيه كذا لفه كده. و لما تيجي تستخدمي الاسترتش رول تعملي الحركه دي، وتروحي بقى جايبه ممشيه كده صباعك على الاسترتش رول. عايزه اقول لك هتلاقي بدايه الاسترتش رول بكل سهوله كانه كده احتكاك كده. بصوا بتلاقيها بكل سهوله ان شاء الله وهتعجبك. والفكره الثانيه انا ما كنت صورتها، بس انا ايه كنت هنزلها لكم، بس نزلتها لكم في شورت قبل كده او ريل. بصوا بتلاقوها بكل سهوله، جربوها. هاتوا مشط بقى وتعالوا بقى هاتوا سلكه كده وتعالوا ما اقول لكم على فكره حلوه قوي، جربوها ان شاء الله. طيب هتروحي جايبه السلكه بالشكل ده، اي سلكه موجوده عندك. السلكه دي ب5 جنيه او ال3 اعتقد ب5 او ب10 مش فاكره. وهتحطيها في المشط بالشكل ده. وبعد كده بقى اي ركن كده بالشكل ده، سواء في الحمام في المطبخ في اي حاجه خصصيها للتنظيف. وبصوا حتى البوتاجازات الحيطان كمان التلاجات يا جماعه
خصوصا بقى جلدة التلاجة. بجد الافكار دي حلوة قوي، جربوها، بس ما تنسوش اللايك كده وانتوا بتتفرجوا، يعني شجعوني كده علشان انزل لكم فيديوهات كتير ان شاء الله. تعالوا بقى ما اقول لكم على فكرة حلوة قوي. لو الحوض مسدود عندكم بالشكل ده، هاتوا ازازة مية فاضية او ازازة بيبسي اي حاجة وحطوه فيها مية بالشكل ده، وتعالي بقى يا ست الكل على الفتحة بتاعة الحوض واضغطي على قد ما تقدري. هتلاقي باذن الله ضغط المية كده كأنها شفاطة بتشفط الميه بكل سهوله ان شاء الله. وبعد كده شيلي بقى الرواسب بايدك ان شاء الله كده، جربيها هتعجبك. بصوا شلت بقى كل الرواسب بايدي كده وغسلته بكل سهوله ان شاء الله كده هتعجبك. تعالوا بقى الفكره اللي بعد كده، هاتوا شويه رز وسبونج، وتعالوا ما اقول لكم على فكره خطيره بجد، جربوها. هتروحوا بقى خارمين او تعملوا خرم كده كبير في السبونج دي بالشكل ده. السبونج دي عباره عن ايه يا جماعه؟ عن اللوفه عاديه خالص. وبعد كده هتحطي الرز فيها بالشكل ده، معلقه رز او معلقه صغيره خالص، وبعد كده حطيها في التلاجة. عايزه اقول لك بتمتص كل الرطوبه اللي موجوده في التلاجة. بكده بقى هتحافظ لك على كل الخضار اللي موجود. ما تنسوش اللايك بقى وانتوا بتتفرجوا. هاتوا بقى شويه صابون سائل وشويه ملح، وتعالوا ما اقول لكم على فكره خطيره بتعذبنا جدا في المطبخ. هتعملي ايه؟ عارفين بقى علب الصلصه، كمان حلل الصلصه دي بالذات لما نيجي نغسلها بتعذبنا جدا، وخصوصا يعني لما تكون صلصه كتير. طيب هتروحي بقى جايبه شويه ملح بايدك كده بالشكل ده في العلبه، وبعد كده هتجيبي شويه صابون سائل، وتعالي بقى يعني اقفلي على نفس العلبه بالغطا بالشكل ده، ورجي كذا مره، يعني الرج كده كذا مره بجد. هتشيل كل الصلصه اللي موجوده او الترسبات اللي موجوده في العلبه بكل سهوله. هترجيها كده رجه صغيره خالص. بصوا انا حتى ما عملتش مونتاج في الفيديو الصغير ده، وبيتشال معاكي بكل سهوله. الفيديو ده انا شفته في قناه اجنبيه عجبتني جدا. بصوا بيتغسل بكل سهوله ومش هيعذبك خالص. الملح والصابون سائل بيساعدوا ان الصلصه بتتشال معاكي بكل سهوله. تعالوا بقى الفكره الاساسيه، هاتي ورق الومنيوم، وتعالي ما اقولك على فكره خطيره هتعجبك جدا وهتحلي لينا مشكله كبيره عندنا كلنا. هتروحي جايبه ورق الالومنيوم وتقسميه بالشكل ده على كل ايد، وبعد كده هتشمري كده ايدك. عايزه اقولك بقى تحطي بقى ورق الالومنيوم، خلي حد يحطه لك، لان انا حطيته بالعافيه في الفيديو علشان ما كنتش عارفه احطه. هتحطيه بالشكل ده على ايدك. عايزه اقول لك الفكره دي عباره عن ايه؟ انه لما يكون عندك برد في ايدك بتوجعك جدا، لما يكون عندك برد في رجلك، على فكره ممكن تحطيها برضو في رجلك. بصوا الفكره دي حلوه قوي، بتحافظ على سخونيه الجسم. لو عندك برد، جسمك تعبان من البرد، هتلفي الحته اللي بتوجعك اللي واخده برد، وبجد كده هتحافظ على يعني درجه حراره الجسم لما يكون عندك برد في اي منطقه في الجسم. جربيها ان شاء الله هتعجبك جدا، كانها كده يا جماعه حابس للحراره، بحيث ان الجسم كده يعود لطبيعته تاني. اتمنى الفيديو النهارده يكون عجبكم. ما تنسوش اللايك والشير والمتابعه، وشوفوا باقي الفيديوهات. والسلام عليكم.